مرحبا متابعين. اليوم راح اسوي لكم اطيب شاورما دجاج ويا صوص الثومية الخاص بها. الطعم دمار. اول شي راح نحتاج 4 صدور دجاج نقطعهم بشكل شرائح رقيقة. وبعدين نخلي البهارات راح اكتب لكم اياها بالوصف. وبعدين نخلي 4 فص ثوم، وبعدها نضيف ملح حسب الرغبة، ونضيف القشر الليمون بس الأصفر لأنه الأبيض لا تخلوه لأن يعطي طعم مر. وبعدها نضيف عصرة ليمونة كاملة، وبعدها نضيف 4 ملاعق لبن كبيرة ونخلطهم لحد ما يمتزجن البهارات ويا اللبن. وبعدها نضيف ربع كوب مي دافي، وبعدها نضيف الدجاج فوق الخليط اللي سويناه، يا اما تتركوها ليلة كاملة بالثلاجة او اقل شي ساعتين. وهسه راح نحمس الدجاج. انا خليت ليه، اذا تحبون بدل ما تحمسوها بليه حمسوها بزيت بس راح يعطيها طعم يجنن. وبعد ما ماعت الليه تماما نخلي فوقها الدجاج لحد ما يستوي كل زين. وهسه نسوي صوص الثومية. اول شي راح نحتاج بياض البيضة فقط، وبعدها نضيف نص عصرة ليمونة، وتضيفون 3 فص ثوم، وبعدها نضيف نص كوب زيت بالتدريج ونظل نخلط لحد ما يدخل عندنا القوام. أول شي راح نحتاج خبز العيش نغطيه بصوص الثومية، وبعدها نذب فوقه الدجاج اللي سويناه. وإذا تحبون تضيفون إضافات جانبية فتخلون يا بصل وسماق وطرشي أو أي شي ثاني تحبوه. بعدها نلفها بهاي الطريقة. وبأي طاوة عندنا تكون مخططة نخلي الصاج مالتنا بيها ونغطيها من كل النواحي مالتها بزيت أو زبد لأن راح تصير لونها ذهبي وكريسبي، ونظل نقلبها. وهسه صارت عندنا أطيب شاورما دجاج جاهزة، وسلامكم العافية.